السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الوحدة الثانية اللي بتتكلم على دور مصر الحضاري في قارة إفريقيا في عهد محمد علي وخلفائه. الدرس اللي فات اتعرفنا على دور محمد علي في التوسعات أولا في السودان ثم أعماله في السودان. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع خلفاء محمد علي وهناخد 3 من خلفاء محمد علي ودورهم في افريقيا وخاصه منطقه السودان وشرق افريقيا. بس قبل ما نكمل تعالى مع بعض نتعرف على الاسره العلويه كلها، كل ابناء محمد علي اللي حكموا مصر وفقا لفرمان سنه 1841. عايزك تركز كويس جدا في الفرمان ده، الفرمان اللي هو سنة 1841 بعد معاهدة لندن مباشرة. 1840 صدر الفرمان اللي بيدي الحق لمحمد علي وأبنائه في حكم مصر والسودان حكم وراثي. تمام؟ بمقتضى هذا الفرمان اتأسست الأسرة العلوية وأصبح من حق أبناء محمد علي حكم مصر والسودان. فتعالى قبل ما نشوف أعمال خلفاء محمد علي نعرف مين هم خلفاء محمد علي اللي حكموا مصر أو الأسرة العلوية كلها زي ما بنسميها. فأول واحد حكم مصر من الأسرة العلوية كان طبعا محمد علي باشا نفسه، واللي حكم مصر من سنة 1805 لحد سنة 1848، يعني حوالي 43 سنة قعد في حكم مصر. بعد وفاة محمد علي اللي تولى الحكم من بعده ابنه الكبير إبراهيم باشا، وده مسك لعدة شهور فقط وبسبب المرض توفى. وبعد وفاة إبراهيم باشا مسك الحكم عباس حلمي الأول أو عباس حلمي باشا، وده مسك الحكم من سنة 48 لسنة 54. كانت مدة حكمه صغيرة جدا. ثم بعد وفاة عباس حلمي جه محمد سعيد باشا أو سعيد باشا زي ما احنا ما بنقول، مسك الحكم من سنة 1854 لحد 1863، يعني مسك مدة زمنية حوالي 11 سنة، 9 سنين أنا آسف، مسك فيهم حكم مصر أكتر من عباس باشا بشوية. بس في نقطة بس مهمة قبل ما نكمل، إن عباس حلمي باشا اللي مسك الحكم تاني واحد من الأسرة العلوية هو حفيد محمد علي وليس ابن محمد علي مباشرة. أبناء محمد علي اللي مسكوا الحكم كان إبراهيم باشا وسعيد باشا، أما عباس هو حفيد محمد علي. طيب في معلومة تانية مهمة جدا عن ال3 أشخاص برضو اللي قدامك دول. ال3 دول كانوا بياخدوا لقب اسمه لقب الوالي العثماني. الوالي العثماني كان مجرد والي. طيب ليه بقول لك المعلومة دي؟ لأن كلكم بتتلخبطوا وبتقولوا عليهم كده كلمة الخديوي، زي الخديوي إسماعيل فبتقولوا الخديوي سعيد، الخديوي عباس وهكذا. لكن ال3 اللي قدامك دول ومحمد علي نفسه كان لقبهم الوالي مش الخديوي. يبقى أول 3 مسكوا الحكم في أسرة محمد علي إبراهيم باشا وعباس ومحمد سعيد، ودول احنا هندرسهم النهاردة. لكن أهم واحد بقى احنا هندرسه النهاردة هو إسماعيل باشا. وإسماعيل باشا هو أول واحد خد لقب الخديوي في مصر. أول واحد خد لقب الخديوي كان الخديوي إسماعيل، واللي حكم مصر من سنة 1863 لحد سنة 1879 تقريبا. أكتر واحد من أبناء محمد علي مسك الحكم في الفترة دي، مسك الحكم فترة طويلة جدا، وكانت أعماله مميزة جدا وكان شبيه بحكم محمد علي. وعايزك وانت بتذاكر معايا الدرس النهاردة تركز قوي 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 في التشابهات ما بين أعمال محمد علي وأعمال سعيد وعباس وإسماعيل والاختلافات اللي ما بينهم. ده مهم جدا، وإن شاء الله الحصة اللي جاية هدمج لك الدرسين في بعض وهجمعهم لك في بعض في مقارنة واحدة عشان تقدر تقارن ما بين أعمال محمد علي وأعمال خلفائه في السودان ومنطقة شرق أفريقيا بالكامل. فعايزك وإحنا بنشرح الدرس بتاع النهاردة كل حاجة عملها أي حد من أبناء محمد علي تعرف ده فيها تشابه ولا اختلاف بينه وما بين محمد علي اللي هو اللي أسس الأسرة العلوية. بعد الخديوي إسماعيل اللي مسك مصر ابنه الخديوي محمد توفيق
او توفيق باشا يعني. والراجل ده في عهده دخل الاحتلال البريطاني مصر، مسك الحكم من سنه 1879 لحد 1892، وبعديه جه ابنه عباس حلمي الثاني اللي مسك الحكم من سنه 1892 لحد 1914، ودي السنه اللي قامت فيها الحرب العالميه الاولى. بعد الثلاثه اللي قدامك دول، بالمناسبه اللقب برضو الثلاثه اللي قدامك دول سواء اسماعيل او توفيق او عباس حلمي الثاني خدوا لقب الايه؟ الخديوي. يبقى محمد علي وابراهيم وعباس وسعيد كان لقبهم الوالي، اما اسماعيل باشا وتوفيق وعباس حلمي خدوا لقب الخديوي. طيب ما بعد قيام الحرب العالميه الاولى وعزل الخديوي عباس حلمي الثاني، اللي حصل ان بدات مصر في مرحله جديده اسمها السلطنه المصريه، وتم تعيين واحد اسمه حسين كامل، ودوت ابن الخديوي اسماعيل، بس خد لقب السلطان. وبعد وفاته اتولى اخوه الملك فؤاد الاول حكم مصر تحت لقب السلطان برضه، لكن اثناء حكم السلطان احمد فؤاد اتغير نظام الحكم في مصر، وتحولت مصر الى مملكه مصريه، وده اللي حصل في عهد فؤاد. ثم ابنه الملك فاروق، وده الملك الاشهر يعني في تاريخ مصر، واخر واحد هو الملك احمد فؤاد الثاني اللي هو اخر حكام الاسره العلويه. وده بالمناسبه اتولى الحكم وهو طفل، والراجل ده عايش لحد النهارده، وتولى الحكم وهو طفل بالمناسبه تحت مجلس وصايه كده. لكن مش دي القصه. يبقى حضرتك احنا درسنا او خدنا الاسره العلويه كلها. معلومه ليك، واحد هيقول لي طب احنا مش محتاجين كل الناس ديت، لكن انا لازم انت حضرتك تعرف الاسره العلويه كلها بدات من مين وانتهت بمين، بدات امتى وانتهت امتى، كل واحد كان لقبه ايه، عشان ما تتلخبطش ما بينهم. اقول لك تاني، ابراهيم وعباس وسعيد كان لقبهم الوالي، ثم الخديوي اسماعيل اللي هو اهم واحد فيهم وده كان لقبه الخديوي. طيب ده كده كان الجزء الاول وهو التعرف على الاسره العلويه. تعال بقى نشوف اعمال ابناء محمد علي وخلفاء محمد علي في حكم مصر، عملوا ايه في السودان، وده الجزء الاهم في الدرس بتاعك. وحاجه مهمه برضو لازم تركز فيها كويس قوي، ان انت مش بتاخد اعمال محمد علي وابنائه وخلفائه في حكم مصر كلها، لا، انت بتاخد اعماله فقط في قاره افريقيا والسودان، لكن اعمالهم في مصر دي قصه تانية، والحقيقه احنا لسه مش عارفين هتتحط لكم امتى يعني السنين اللي جايه. كانوا موجود زمان في منهج ثالثه اعدادي، دلوقتي احنا الله اعلم. لكن تعالى كده نشوف اعمال الناس دي، اعمال ابراهيم وعباس وسعيد في السودان كانت عامله ازاي. نمسك اول واحد وهو ابراهيم باشا. ابراهيم باشا زي ما انا قلت لك من شويه هو مده حكمه كانت عده شهور، وبالتالي ما نقدرش نقيم اعماله لان هو ما قدرش يعمل حاجه. لكن الحاجه الوحيده اللي هو قايلها لك في الكتاب، او هو قايل لك حاجتين كده، معلومه بعيده شويه ومعلومه في اول الدرس. المعلومه الاولى ان ابراهيم باشا كان هو قائد الجيش بتاع محمد علي، وكان له دور كبير جدا في الفتوحات او التوسعات اللي عملها محمد علي في السودان. انت خدت الحصه اللي فاتت ان اسماعيل ابن محمد علي، اسماعيل باشا ابن محمد علي، هو اول واحد عمل توسعات وحملات في السودان، ثم محمد علي نفسه راح، ثم سليم بيك قبطان، وده ما كانش ابن محمد علي يعني، ده كان ضابط وجغرافي. لكن من اهم الناس اللي كانوا بيقودوا الجيوش في مصر في الوقت ده، وليه فتوحات وتوسعات وانتصارات كتيره جدا سواء في الشام او في السودان، كان ابراهيم ابن محمد علي باشا. طيب يبقى ابراهيم هو قائد الجيش اللي عمل توسعات في السودان، وكان ليه دور كبير جدا في التوسعات دي. طيب تاني حاجه قايلها لك، قايل لك جمله كده بسيطه، ان ابراهيم كان يرى ان مستقبل مصر في افريقيا، كان شايف ان افريقيا هي اللي بتمثل البعد الامني والبعد الاستراتيجي لمصر، ومستقبل مصر مرتبط بقاره افريقيا والموارد اللي موجوده خاصه في منطقه شرق افريقيا. ده كان دور ابراهيم باشا. فيبقى اول واحد من خلفاء محمد علي هو كل اللي فيه جملتين، ان هو كان ليه توسعات في افريقيا، وان هو قال ان مستقبل مصر في افريقيا. طيب
تعالى واحنا برضو في نفس الصورة كده ناخد تاني واحد من خلفاء محمد علي اللي هو حفيد محمد علي، عباس حلمي الأول. الراجل دوت يعني انا مش هكلمك عن حكمه كتير، لما نيجي ندرسه بقى في مصر هتفهم كويس الراجل ده وهتفهم ايه قصته، لكن باختصار شديد جدا وده اللي موجود عندك في الدرس، ان الراجل دوت تقريبا ما عملش حاجة كويسة لا لمصر ولا للسودان. فكل اللي جايبه لك عنده في الدرس ان هو لا يهتم بالتوسعات في السودان، هو ما اهتمش باي حاجه تقريبا في الحياه خالص يعني، فلم يهتم بالتوسعات اللي عملها محمد علي ولا بالنهضه اللي عملها محمد علي سواء في مصر او في السودان. طيب بندرسه ليه بقى حضرتك؟ ندرسه لعملين صغيرين جدا هو عملهم، حاجتين بس كويسين عملهم عباس حلمي باشا. الحاجه الاولانيه ان هو عمل مدرسه ابتدائية في مدينة الخرطوم، يعني كل قصته كده في الحياة وكل إنجازه إن هو عمل مدرسة ابتدائية في مدينة الخرطوم اللي هي عاصمة السودان، وعين رفاعة الطهطاوي ناظرا لها. ورفاعة الطهطاوي لو أنت مش عارف هو أحد رواد التنوير في مصر، يعني الفترة اللي تم فيها إرسال بعثات تعليمية للخارج في عهد محمد علي، كان أحد الناس اللي راحوا اتعلموا في باريس كان رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك والإمام محمد عبده والناس دي كلها، وراحوا في عهد محمد علي وفي عهد خلفائه إلى باريس، وهناك اتعلموا وجم بعد كده ينقلوا الحضارة ديت إلى مصر. فعباس باشا يعني خلى رفاعة الطهطاوي هو ناظر المدرسة الابتدائية اللي عملها في الخرطوم. يبقى أول حاجة عملها عباس إنه عمل مدرسة ابتدائية وخلى رفاعة الطهطاوي ناظر ليها. طيب تاني حاجة بيقول لك إن في عهده نشطت التجارة خاصة بين السودان ودول إفريقيا. طيب الموضوع دوت هو موضوع كبير شوية، لكن أنا هكلمك عنه بالتفصيل لما نيجي لعصر إسماعيل. يعني موضوع التجارة ما بين مصر والسودان ومنطقة إفريقيا أو السودان ومنطقة إفريقيا مهمة قوي في الدرس عندك، بس هنرجع لها بالتفصيل في عهد الخديوي إسماعيل، هتفهمها أكتر وهتفهم الجملة دي وليه نشطت التجارة في عهد عباس وعهد سعيد وعهد إسماعيل. ليه القصة دي هنعرفها لما نيجي لعهد إسماعيل باشا. يبقى إبراهيم باشا ما عملش حاجة، هو كان قائد الجيش في عهد محمد علي وكان شايف إن مستقبل مصر في السودان. عباس باشا أو عباس حلمي الأول كل اللي عمله مدرسة ابتدائية في السودان أو في الخرطوم بالتحديد، وكان رفاعة الطهطاوي ناظرا لها، ونشط التجارة بين السودان والدول المجاورة وخاصة دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا. ده كده كان أول 2 من خلفاء محمد علي. بص الدنيا سهلة إزاي، هم 10 درسنا 2 في 5 دقايق، يعني القصة سهلة إن شاء الله. طيب طبعا هي مش كده، هي أكيد يعني هي فيها كلام كتير، بس دول مدة حكمهم صغيرة وأعمالهم مش كبيرة. طيب تعال بقى لواحد من الناس المهمة جدا في الأسرة العلوية وهو محمد سعيد باشا أو الوالي سعيد باشا. قول محمد سعيد، قول سعيد، لأن هو في حد ذاته اسمه محمد سعيد بالمناسبة، يعني هو اسمه محمد سعيد ابن محمد علي، اسم مركب يعني. فلو قلت سعيد باشا صح، محمد سعيد صح، مش مشكلة، بس أهم حاجة اوعى تقول عليه خديوي، هو اسمه الوالي سعيد باشا أو محمد سعيد. طيب تعالى حضرتك كده نشوف أعمال محمد سعيد كانت عاملة إزاي في السودان. بس قبل ما نخش في أعمال سعيد باشا في معلومة مهمة جدا جدا لازم تركز فيها، والمعلومة دي هنربطها بمعلومة احنا خدناها في الترم الأول اللي طبعا انت مش فاكره. المعلومة كانت في الترم الأول بتقول ان الدول الأوروبية كان ليها يعني كشوف جغرافية كتير في قارة إفريقيا وفي منطقة حوض النيل. دي المعلومة اللي انت خدتها في الترم الأول، بيأكد لك عليها تاني المعلومة دي وبيقول لك ان في عهد سعيد باشا نشطت الكشوف الجغرافية الأوروبية. الأوروبيين في فترة حكم سعيد باشا بدأوا ينشطوا جدا في منطقة إفريقيا وبدأوا يكتشفوا منابع النيل، وعايز أقول لك إن هم وصلوا لمنابع النيل قبل أسرة محمد علي خلاص. واللي كان بيقوم بالدور دوت بشكل كبير هو الجمعية الجغرافية الملكية في بريطانيا. الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية
هي اللي كانت بتقوم بدور الكشوف الجغرافيه، وقدرت فعلا الجمعيه الجغرافيه ديت والمستكشفين بتوعها ان هم يوصلوا لمنابع النيل والمنطقه بحيره فيكتوريا. وبالمناسبه لو انت ركزت كويس قوي وانت بتدرس حوض النيل في الترم الاول هتعرف ان كل البحيرات اللي موجوده في منطقه الهضبه الاستوائيه هي باسامي ملوك بريطانيا، يعني الملكه فيكتوريا والبرت وجورج وادوارد، كل دول كانوا ملوك بريطانيا، والبحيرات الاستوائيه اتسمت على اسمهم. يبقى اللي كان ليه السبق في اكتشاف المنابع الاستوائيه كانت الجمعيه الملكيه الجغرافيه البريطانيه، مش خلفاء محمد علي. واحنا قلنا من الحصه اللي فاتت ان محمد علي وسليم بيك قبطان ما قدروش لا يوصلوا للهضبه الاستوائيه ولا لهضبه اثيوبيا بسبب الظروف الجغرافيه اللي كانت موجوده، الشلالات والمستنقعات والاوبئه والامراض اللي منتشره، وكمان الجنادل، وكمان ان هي هضبه مرتفعه فكان صعودها صعب. وبالتالي توقفت فتوحات محمد علي قرب المنابع الاستوائيه، لكن اللي كمل واللي وصل كانت الجمعيه الجغرافيه الملكيه البريطانيه، وديت نشطت قوي في عهد سعيد باشا. عشان كده سعيد باشا بدأ هو وبسرعه جدا ان هو يعني يعمل ريمونتادا زي ما بنقول كده، ويحاول هو اللي يكتشف بقيه المناطق في اثيوبيا والبحيرات الاستوائيه، وعلى الاقل خلاص هم تم اكتشافها. لكن المهم ان احنا بقى نروح ونسيطر كدوله مصريه ونسيطر على منابع النيل، لان زي ما قلنا برضو الدرس اللي فاتت بالنسبه لنا نهر النيل هو مساله امن قومي مش مجرد شويه ميه وخلاص. طيب تعالى بقى نشوف اعمال سعيد باشا بالتفصيل ايه في السودان. يعني هو خلاص بعت رحلاته وعمل استكشافات في السودان وبدأ يسيطر على مناطق في السودان. تعال نشوف أعماله ونقارن وركز قوي بينه وما بين محمد علي. خلاص دي نقطة مهمة جدا. تعال نكمل الدرس من الPDF ونشوف أعمال سعيد باشا كانت عاملة إزاي. تعال بقى نشوف أعمال سعيد باشا اللي عملها بعد ما قام ببعض الاكتشافات والحملات اللي عملها في السودان ردا على الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. نشوف سعيد باشا إزاي أدار السودان والإصلاحات اللي عملها ودوره الحضاري في السودان. أول حاجة علشان زي ما اتفقنا نربط ما بين سعيد باشا ومحمد علي الاثنين، واول تشابه ما بين الاثنين قدامك ان سعيد باشا راح زار السودان بنفسه سنة 1857. يبقى اول حاجة تشابه ما بين محمد علي وسعيد باشا ان الاثنين محمد علي وسعيد باشا الاثنين قاموا برحلة إلى السودان. محمد علي راح عشان يتفقد الإدارة المصرية ويستغل الموارد، نفس النظام سعيد باشا راح علشان يدرس أوضاعها ويحاول يحسن أحوالها وينمي الموارد ويهتم بشؤون المواطنين. يبقى أول تشابه شفناه ما بين محمد علي وسعيد باشا إن الاثنين قاموا بزيارة السودان. طيب بعد كده بدأ سعيد باشا إن هو يعني يعمل بعض الإجراءات علشان يحاول يحسن من السودان ومن إدارة السودان بشكل كبير. طيب تعالى بقى حضرتك كده نشوف ايه أعماله والحاجات اللي هو عملها في السودان. نمسك أول حاجة الإصلاحات الإدارية اللي عملها سعيد باشا في السودان، وبرضو عايزك تربط معايا ما بين أعمال محمد علي وإصلاحاته وسعيد باشا. فتعالى كده نشوف أول حاجة في الإصلاحات الإدارية إن سعيد باشا قسم السودان إلى 5 مديريات، 5 مديريات، وجعل كل ولاية منهم أو كل مديرية منهم مستقلة وتتبع وزارة الداخلية في مصر تبعية مباشرة. طب واحدة واحدة كده نفهمها. الأول عشان تفهمها تعالى نرجع لمحمد علي. بيقول لك إن محمد علي كان مقسم السودان إلى 7 مديريات، وده تقريبا نفس التقسيم اللي كان عامله في مصر، مش دي المشكلة. يبقى محمد علي كان مقسم السودان 7 مديريات، وعلى رأس المديريات ديت كان في منصب اسمه الحكمدار لو انت فاكر كويس. والحكمدار هو اللي بيتبع وزارة الداخلية في مصر، هو ده الموظف
اللي موجود وجزء من الإدارة المصرية وهو نائب محمد علي في حكم السودان. فالحكمدار كان موجود ومن تحتيه السبع مديريات بتوع محمد علي. جه اسماعيل مسح كل الكلام دوت، جينا آسف السعيد ومسح كل الكلام دوت وقسم السودان إلى 5 مديريات، وكل مديرية منهم بتتبع وزارة الداخلية مباشرة. طب سؤال مهم، هل كده منصب الحكمدار ازداد قوة ونفوذ وسلطات وصلاحيات، ولا صلاحيات منصب الحكمدار قلت في عهد سعيد باشا؟ طبعا قلت في عهد سعيد باشا بعد ما كان هو اللي بيدور السودان وهو اللي تابع لوزارة الداخلية، والرؤساء المديريات أو مديرين المديريات بيأتمروا بأمره. بقى هو تقريبا ملوش دور كبير، وبقى كل مدير مديرية بيتبع وزارة الداخلية في مصر مباشرة. يبقى هنا التقسيم الإداري اللي عمله سعيد باشا لو قارناه ما بين التقسيم الإداري اللي عمله محمد علي، نعرف ان في اختلاف مش تشابه. يبقى التشابه ان الاثنين زاروا السودان. اول اختلاف ان سعيد قسم السودان الى 5 مديريات بدلا من 7. طيب حاجة تانية مهمة جدا 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 وهي المجالس العرفية. المجالس العرفية لو انت فاكرها كويس، يعني محمد علي لغى فكرة المجالس العرفية زي ما قلنا الحصة اللي فاتت، وما اعترفش بشيخ القبيلة إلا في تأمين الطرق التجارية، وخد منه كل الصلاحيات الإدارية والقضائية وكل حاجة، وساب له بس ان هو يأمن الطرق التجارية. وقلنا عشان يستفيد من شيخ القبيلة، لأن أكيد محمد علي مش يعني هيحط جنود في كل شبر في السودان، ده صعب جدا، فاستفاد من شيخ القبيلة. طب تعالى بقى نشوف تعامل سعيد باشا مع شيوخ القبائل ومع المجالس العرفية. هنشوف عمل ايه. بيقول لك ان سعيد باشا انشأ المجالس العرفية. يبقى هنا في على طول ايه؟ اختلاف. يبقى تاني اختلاف اهو، غير التقسيم الاداري من 7 ل5، برضو في اختلاف تاني في منصب او في دور شيوخ القبائل والمجالس العرفية اللي كان موجودة. بيقول لك ان سعيد باشا خلى شيوخ القبائل ورؤساء العشائر اللي هم بيكونوا المجالس العرفية اشركهم في حكم الايه؟ السودان. يبقى محمد علي منع شيوخ القبائل من الحكم في السودان الا بس في تأمين طرق التجارة، لكن سعيد اشرك زعماء القبائل والعشائر في حكم الايه؟ السودان. يبقى ده تاني اختلاف ما بين سعيد ومحمد علي. يبقى اول اختلاف هو التقسيم الاداري من 7 ل5. تاني اختلاف هو عودة المجالس العرفية مرة ايه؟ مرة اخرى. طيب قبل ما ناخد الحتة بس اللي فوق، تعالى ناخد الحتة دي، الإصلاحات القضائية. طب هتقول لي ليه ناخد الإصلاحات القضائية قبل ما نكمل الإدارية؟ هقول لك بس حاجة ظريفة كده مربوطة برضو بمحمد علي وبشيوخ القبائل. احنا اتفقنا الحصة اللي فاتت ان كانت السودان نظام قبلي، واللي كان بيحكم شيوخ القبائل وهم اللي كانوا بيمتلكوا السلطة القضائية وهم اللي بيحكموا ما بين الناس. فمحمد علي خد منهم كل الكلام دوت وعمل نظام قضائي اللي هو النظام العثماني زي ما اتفقنا. حلو الكلام؟ طيب والنظام العثماني في القضاء كان بينص على وجود قاضي القضاة ومن تحته قاضي في كل مديرية أو كل مدينة. حلو، ليه سلطة محددة. طيب سعيد باشا بقى هيعمل إيه؟ هيغير النظام دوت ويعمل حاجة اسمها مجالس الأقاليم للفصل في الخصومات المدنية والتجارية. يبقى عشان أنا ليه قلت لك أشرح لك الحتة دي؟ علشان هنا كلمة مجالس عرفية وهنا كلمة مجالس ايه؟ أقاليم، فأرجوك تركز فيها. المجالس العرفية كانت بتشترك في الحكم، خلاص؟ بتشترك في الايه؟ في الحكم. لكن مجالس الأقاليم كان دورها قضائي. دورها ايه؟ قضائي. طيب يبقى في اختلاف ما بين سعيد ومحمد علي. سعيد باشا رجع المجالس العرفية وأشركهم في الحكم، وبدل ما يعمل نظام قضائي عثماني عمل حاجة اسمها مجالس الأقاليم، وبقى هم اللي بيفصلوا في المنازعات المدنية والإيه؟ والتجارية. ودول المجلسين اللي عندك في الدرس، ودول اختلافين ما بين عصر سعيد وعصر محمد علي. طيب تعال بقى لآخر حاجة عملها سعيد باشا، وهي الحاجة اللي كانت موجودة فوق.
الحاجة بقى الأخيرة في الإصلاحات الإدارية والقضائية وكل الكلام دوت هي الحتة بتاعة يعني محاكمة الموظفين ونشر العدل وكل الحتة ديت، ودي فيها تشابه ما بين محمد علي ومحمد سعيد. التشابه ما بين الاثنين ان الاثنين كانوا بيحاربوا الايه؟ الفساد، والفساد معناه استغلال النفوذ او استغلال المنصب. محمد علي لما راح السودان يتفقد الإدارة المصرية هناك، لقى أن بعض الموظفين بيتكسبوا من الوظيفة بتاعتهم وبيسيئوا معاملة الناس في السودان. سعيد باشا لما راح لقى نفس القصة، ولقى أن الموظفين هناك بيسيئوا المعاملة للشعب هناك، وبالتالي الاثنين امروا باحاله الموظفين اللي بيسيئوا معامله الناس وبيستغلوا منصبهم احالتهم الى القضاء او الى المحاكمه. يبقى في الاصلاحات القضائيه والاداريه في 2 تشابه وفي 2 اختلاف. في الاصلاحات الاداريه والاصلاحات القضائيه تقريبا كلها اختلاف، ما عدا حاجه واحده كانت تشابه ما بين سعيد وما بين محمد علي، وهي محاربه الفساد. اما التقسيم الاداري كان في اختلاف، محمد علي 7 وكان في منصب الحكمدار، سعيد خلاهم 5 وبيتبعوا لوزاره الداخليه مباشره. كمان محمد علي لغى المجالس العرفيه وخد منهم كل حاجه ولم يشركهم في الحكم ولا في القضاء، انما سعيد باشا اعاد المجالس العرفيه واشركهم في الحكم، وخلى القضاء في ايد حاجه اسمها مجالس الاقاليم، هي اللي تفصل ما بين الناس في المنازعات المدنيه والتجاريه. يبقى دوت اول حاجتين ما بين محمد علي وسعيد باشا في حته الاصلاحات القضائيه والاداريه. فاضل حاجتين بساط جدا هناخدهم بسرعه في عهد سعيد باشا، وهو الاصلاحات الاجتماعيه واصلاحات النقل والبريد. سيبك من النقل والبريد، تعال نمسك بسرعه الاصلاحات القضائيه والاصلاحات الاجتماعيه. انا اسف، الاصلاحات الاجتماعيه، وكان واضح يعني على سعيد باشا بشكل كبير انه كان بيراعي الناس، وده دليل ان هو لما راح السودان احال الموظفين اللي بيسيئوا التعامل مع المواطنين هناك للمحاكمه. فكان سعيد بيهتم جدا بشؤون الناس، وده اللي موجود قدامك، وان بيقول لك ان سعيد خفض الضرائب وقسطها على الناس اللي هناك، واعفى عنها يعني واعفى الناس من الضرائب المتاخره عليهم، وكمان اسقط الضرائب على الجنود. يبقى سعيد باشا لما راح السودان خفف من الضغط الاقتصادي على المواطنين، خفف عنهم الضرائب، لغى الضرائب عن المتاخر منهم والغير قادر على السداد، وكمان اعفى الجنود بشكل نهائي من الضرائب. وده دليل على اهتمام سعيد باشا بشؤون الناس هناك واقامه العدل، او بنسميها مش العدل، العداله الاجتماعيه. تمام. طيب حاجه تانية بقى في الاصلاحات الاجتماعيه، وهي منع تجاره الايه؟ الرقيق. وزي ما انت قلت كده، ده في تشابه ما بين محمد علي وسعيد باشا في حته منع تجاره الرقيق. يبقى الاصلاحات الاجتماعيه خفض الضرائب دي عملها سعيد باشا. انا ما اعرفش محمد علي عملها ولا لا، بس ما اعتقدش انه عملها. محمد علي كان قلبه جامد شويه، لكن سعيد خفف الضرائب على الناس. لكن محمد علي وسعيد الاثنين اشتركوا في اصدار قرارات بمنع تجاره الرقيق في منطقه شرق افريقيا. سعيد باشا بالذات عملها في منطقه نهر الصباط. طيب يعني ايه عمل معسكر؟ يعني عمل قوة أمنية موجودة علشان يمنع أي قافلة معدية فيها تجارة عبيد أو ما شابه. فمش بس طلع قرار، لا، ده عمل معسكر وقوة حربية أو قوة شرطة مثلا تمنع أي تجارة للرقيق. فواضح ان سعيد كان اكثر رغبه وقوه من محمد علي في منع تجاره الرقيق. يبقى كان في تشابه ما بين الاثنين في منع تجاره الرقيق. اخر حاجه بقى حضرتك كده هناخدها، وهي الاصلاحات الخاصه بالنقل والبريد. بص، الحقيقه زي ما قلت لك شويه من عند عباس ان حته التجاره اللي نشطت دي هنأجلها لعصر اسماعيل. خلاص، فتعالى نبدأها من عصر سعيد باشا، وعشان تبدأ تفهم معايا القصة كانت ماشية ازاي. القصة كانت ماشية ان في عصر سعيد باشا
بدأت تظهر بعض الحاجات المتطورة في العالم كله في الوقت ده، زي ظهور السكة الحديد، وبالمناسبة هي ظهرت من عصر عباس يعني خلاص، بس يعني انتشرت أكتر في عهد سعيد، زي فكرة البريد، زي فكرة التلغراف. فكان في نقلة تكنولوجية وحضارية في العالم كله في عصر سعيد باشا. فبدأ سعيد باشا يطبق الحاجات ديت في مصر، بدأ يعمل السكة الحديد، بدأ يعمل البريد، بدأ يعمل التلغراف. فكان في نقلة حضارية أو يعني ممكن تقول تكنولوجية في الوقت ده بشكل كبير. فسعيد بدأ ينقل الكلام دوت أولا إلى مصر ثم إلى السودان. عشان كده بيقول لك إنه بدأ ينظم المواصلات والبريد بين مصر والسودان. طبعا عشان ينظم المواصلات وكل الكلام دوت بدأ يعمل حاجة اسمها محطات لراحة الدواب. يعني ايه؟ يعني زي ما انت دلوقتي بتسافر على اي طريق كده صحراوي هتلاقي فيه بنزيمات ومش عارف ايه، تشيل اوت والحاجات دي استراحة في الطريق، بتريح العربية، انت بتشرب قهوة مش عارف ايه الكلام ده كله. نفس النظام دوت كانوا بيعملوا سعيد باشا، وكان معمول بيه على فكرة من قبل كده، يعني مش من عصر سعيد باشا بس، اللي هو عمل استراحات على طول الطرق التجاريه لراحه الدواب اللي موجوده، وبيبقى في بير ميه الناس تشرب والدواب اللي موجوده تشرب وكل الحاجات ديت. فسعيد باشا ادخل حاجه جديده على مصر وعلى السودان، وهي النقل والمواصلات، وهيدخل بعد كده التلغراف والسكه الحديد. فيبقى في نقله حضاريه حصلت في عهد سعيد باشا ادخلها مصر، ومن ثم ادخلها الى السودان. يبقى ديت اعمال سعيد باشا، ناخدها كده من فوق لتحت مع بعض. ان محمد علي وسعيد باشا الاثنين راحوا السودان، الاثنين حاربوا الفساد اللي موجود، الاثنين حاربوا تجاره الرقيق. لكن الاختلافات بقى ما بين الاثنين ان سعيد قلل الضرائب على الناس، سعيد ادخل نظام البريد وده ما عملوش محمد علي. سعيد باشا رجع المجالس العرفية مرة تانية اللي كان لغاها محمد علي. سعيد ادى القضاء للمجالس الأقاليم، وكانت في عهد محمد علي في ايد قاضي القضاة والقاضي اللي موجود في كل مديرية. فده كان الاختلافات ما بين سعيد وما بين محمد علي. كده احنا خلصنا الحصة بتاعت النهاردة، وهي الجزء الأول في الدرس بتاع دور خلفاء محمد علي في السودان. وخدنا 3 من خلفاء محمد علي: ابراهيم باشا اللي تقريبا ما قالش الا جمله ان افريقيا هي مستقبل مصر، عباس باشا اللي الحاجه الوحيده اللي عملها عمل مدرسه ونشط التجاره، وسعيد باشا زي ما قلنا عمل اصلاحات اداريه وحارب تجاره الرقيق وراح زار السودان، وكمان عمل نقل ومواصلات واتصالات وبريد مع السودان، عمل اعمال كتيره جدا كويسه. ده كان الجزء اللي خدناه النهارده. ان شاء الله هنكمل عصر اسماعيل في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.